أنا مش وحش، بس طول الوقت حاسس إني أقل. دي الرسالة اللي بتوصل لكل طفل اتعرض للمقارنة من أهله. يلا بينا نبدأ الحلقة الثالثة من بودكاست ولاد امبارح، واللي هنتكلم فيها عن خطورة المقارنة وتفضيل أخ على التاني وآثارها على الأخين، مش بس أخ واحد. يلا بينا نسمع حكايات ضيوفنا. أنا البنت الكبيرة من 3 إخوات بنات. بابا للأسف كان عنيف جدا، والبيت عندنا كان ماشي بالخوف مش بالتفاهم. أختي الأصغر مني ب2 كانت شقية جدا وحركية، تكسر، تجري، تعلي صوتها. كانت تصرفاتها كلها زي الولاد بالظبط. بابا كان دايما شايفها غلط، والغلط عنده ملوش على العقاب والضرب. كانت دايما تتضرب على الصغيرة والكبيرة. أنا بقى كانت شخصيتي هادية جدا، لا بكسر ولا بزعق ولا بتحرك في البيت، وده دايما دخلني في مقارنة معاها. كان دايما يقول لها شايفة أختك بتعمل إيه؟ تعلمي منها. كان دايما يقول لي قدامها أنت شاطرة ومؤدبة وهادية، ما بتتعبنيش زي أختك. طيب والكلام ده ما كانش بيفرحك؟ بصراحة الكلام ده من بره يبان إنه هو مدح، لكن من جوايا كنت بحس إنه حبه ليا مشروط بأفعالي. طيب وماما كانت موقفها إيه معاكم؟ ماما كانت دايما شايفة أختي مظلومة، فكانت دايما بتنفذ لها كل رغباتها. يعني مثلا لو الفستان ده عاجبها هي اللي تلبسه، لو في حاجة لينا إحنا الاتنين هي اللي تاخدها. كانت دايما بتراضيها على حسابي وبتخاف على زعلها جدا. لو في حاجة إحنا الاتنين عايزينها هي أولى بيها، عشان هي مضغوطة، وأنا دايما بتنازل وبسكت بقول حاضر. طيب ولما كبرتوا ده إيه تأثيره عليكوا انتوا الاتنين؟ لما كبرنا، أختي اللي كانت دايما بتتضرب على طول بقت بصة لنفسها وبس، وما بتعملش حساب لأي حد، ورأيها عندها هو الصح. وأنا بقى ما بقتش أعرف أخد قرار في أي حاجة، ولا بعرف أقول لأ، ودايما حاسة بالذنب. لينا أخت التالتة صغيرة، دي بقى حكايتها حكاية تانية خالص. كان بابا بقى متغير معاها جدا، لا بيضربها ولا بيقسى عليها، أي حاجة عايزاها كان بيجيبها لها، وكان مدلعها جدا. سبحان الله، نفس الأب لكن نسخة متغيرة تماما. كلميني بقى عن علاقتكم ببعض دلوقتي. بصي، هو شكلنا دلوقتي إخوات مترابطين، بنزور بعض وبنود بعض، لكن جوه كل واحدة فينا حاجز. كل واحدة فينا شايلة وجع مختلف، مش عشان إحنا وحشين، لكن عشان اتزرع بينا من زمان إننا مش على نفس المسافة من حب أهالينا لينا. بابا الله يرحمه كان عنده صفة نادرة جدا بتميزه، كانت العدل. كان طول حياته عمره ما فرق ما بين ولد وبنت، ولا حتى ما بين كبير وصغير. وأي حاجة كان يعملها للولد كان لازم يعملها للبنت. كان بيعمل الحاجة دي بنفس الحب، بنفس الاهتمام. كنا كلنا ولاده بس. كبرنا شوية وبابا قرر إنه يبني بيت. إحنا قلنا عشان يضمن لكل ولد شقة يتجوز فيها، بس بعد كده اتفاجئنا إنه هو خصص لكل واحد فينا شقة باسمه، الولد زي البنت. ولما كان يجي حد يتقدم لبنت مننا كان دايما بيشرط إنها تعيش في شقتها في البيت ده، مش تحكم منه ولا سيطرة، بس كان هدف منه رؤية إن إحنا نبقى عيلة واحدة مترابطين، إحنا ومن بعدنا ولادنا. وده اللي حصل فعلا. كبرنا إخوات مترابطين وقريبين جدا من بعض، ومش بس في العنوان، وحتى ولادنا طلعوا قريبين جدا من بعض والحمد لله. وعلى الرغم من ولادنا كبروا ومنهم اللي اتجوز وبعد، إلا إنهم دايما بيحبوا يرجعوا تاني للبيت الدافي ويتجمعوا فيه، واللي عاشوا فيه أحلى أيام حياتهم. بابا كان شايف إن العدل مش اسمة ورق ولا شقق، كان شايف إن العدل إن كل واحد مننا يحس إنه محبوب ومتشاف بنفس درجة الحب والاعتبار. ولد في سيشن فردية كان عنده مشكلة نفسية، وكان وهو بيحكي لي صوته كله إحباط. حكالي إن باباه اتخانق معاه خناقة كبيرة جدا بسبب درجاته السيئة، سحب تليفونه وأخد منه فلوسه وقال له خسارة فيك كل قرش صرفته عليك، ومن بكرة هتنزل تشتغل في ورشة واصرف بقى على نفسك. ولما سمعته وسألته انت شايف اللي حصل ده حصل ليه؟ وإيه اللي ممكن يكون نزل درجاتك فعلا؟ قال لي بصراحة والحزن مالي عينه ومنهار، هم مش بيثقوا فيا، شايفيني دايما فاشل، وإني عمري مهما عملت هبقى زي أخويا. وطول الوقت شايف أخوك اللي مشرفنا ودخل الطب، يا أخي اتعلم منه شوية وخاف على مستقبلك. طول الوقت يقارنوني بيه لحد ما كرهوني فيه في المذاكرة كلها، وبقيت ساعات ما ذاكرش بالعند فيهم. هم الحقيقة ما كانوش حارميني من حاجة، مصاريف وكورسات ولبس وخروج، لكن أنا دايما حاسس إني محروم ثقة، محروم تشجيع،
دعم نفسي، دايما حاسس إني مهما أعمل محدش مقدرني ولا شايفني. وبعد ما سمعنا القصص دي من أصحابها، أعتقد إننا فهمنا وتأكدنا إن المقارنة ملهاش أي علاقة بالتشجيع، بالعكس تماما، هي رسالة خفية بتوصل للطفل إنك دايما أقل. والمشكلة إن المقارنة ما بتأذيش بس الطفل الأقل، دي كمان بتأذي الطفل المفضل. واحد بيكبر وهو دايما شايف نفسه أقل، وواحد تاني بيكبر وهو شايل حمل إنه لازم دايما يكون الأفضل. واحد بيكبر ضعيف علشان دايما بيتقاله استحمل أنت الكبير، وواحد بيكبر متسلط علشان دايما حقه ما كانش بيروح. ونيجي نستغرب بعد كده ليه بينهم غيرة وعنف وخصام، ولما يكبروا يمكن توصل لقطيعة وأكل حقوق وكراهية. نصيحتي لكل أب وأم، كل طفل ليه بصمة مختلفة، ربنا خلقهم متنوعين مش نسخة متكررة، ومفيش طفل اتولد من غير مهارات، لكن دورك تكتشف مهاراته ونقط قوته وتدعمها. ما تستخدمش أخ معيار لقياس أخوه، وقارن الطفل بنفسه. انت مستواك الترم اللي فات كان أفضل كتير من الترم ده. وزع الاهتمام بالعدل مش على حسب سلوكياتهم، وبلاش بقى كلمة انت الكبير واستحمل، حتى الكبير محتاج احتواء وحب زيه زي الصغير بالظبط. راقب قلبك قبل لسانك، هل في طفل منهم أقرب لقلبك؟ لو اشتغل على العدل مش على المشاعر اللي جواك، لأنها مش بإيديك. لكن في المعاملة والعطاء ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاله صحابي وقال له إنه عايز يخص ولد من أولاده بعطية دون إخوته، قال له عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ فلما قال لا، قال له النبي فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل هنا مش بس في الفلوس والهدايا، العدل في الكلمة، في الاحتواء، في النظرة، في الفرصة، في توزيع الانتباه. وافتكروا دايما احنا مش بنربي وخلاص، احنا يا إما نبني عيلة مترابطة متماسكة يفضلوا طول العمر سند وأمان لبعض، ولا هي إيه لازمة العيلة بقى؟ المقارنة حتى لو بنية التحفيز تساوي ظلم وتشويه في الشخصية. وسؤالي هنا بقى لكل أب وأم، لو كل واحد من ولادكم اتكلم عنكم بعد 20 سنة، يا ترى هيقولوا إيه؟ يا ترى هيقولوا بابا وماما كانوا أهل عادلين، ولا هيحكي عن مأساته من مقارنات لسه عايشة جواه ومأثرة فيه؟ احنا أيوة أهالي النهاردة، لكن فينا اللي لسه عايش بجرح حصل لنا وإحنا ولاد امبارح.